اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم حلقة حلوة قوي. هعمل لكم كرات الشوكولاتة، طعمها حلو وجميل وتعجب اطفالكم قوي وتنفع في اي مناسبة. جالك ضيف على فجأة، اطفالك عايزين ياكلوا حاجة حلوة تنالهم بكل سهولة. بس قبل ما ابدأ الوصفة يا ريت لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معايا بسكوت سادة، اي نوع بسكوت سادة. هبدأ ان انا هقطعه قطع. انا مش هطحنه، انا هقطعه قطع صغيرة علشان القطع الصغيرة ديت بتدي طعم احلى. زي ما انتوا شايفين انا قطعت كل البسكوت اللي معايا. هبتدي ان انا احضر الجناش اللي انا هحطه عليها. الجناش ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية وربع لبن حليب، تمام، ومعاهم نص كوباية سكر، ومعاهم 3 معالق كاكاو غير محلى، ومعايا كيس نسكافيه اللي هو البلاك، تمام. هخلط كل المكونات ديت، ومعايا مكعب زبدة. هخلط كل المكونات دي وهبدأ احطها على النار لحد ما تغلي معايا لدرجة الغليان. بعد ما عملتها كده تمام، هبدأ ان انا احطها على البسكوت واقلبها زي ما انتوا شايفين، وهيكون معايا كوب قشطة. هخلط كل المكونات دي مع بعضها لحد ما اكون عجينة. القشطة دي بتدي طعم حكاية. هقلبها لحد ما تبقى معايا عجينة، بس عجينة متماسكة زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا اعملها كور زي ما انتوا شايفين. لو هي التصقت في ايديكم، يعني لزقت في ايديكم، ممكن ان انتي يعني بشوية زيت صغيرين كده في ايدك، بس زيت نضيف طبعا، وابدأ ان انا اكورها مش هتلزق خالص في ايدك زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما هكورها بالشكل دوت وحطيتها على ورق زبدة، هبدأ ان انا احطها في الفريزر شوية عشان تجمد شوية. بعد ما جمدت بالشكل ده وتماسكت، هبدأ ان انا يكون معايا شوكولاتة خام. هتسيحيها بقى على على مية، او تسيحيها في الميكرويف. هبدأ بقى ان انا احط الكرات دي كلها. هبدأ احط واحدة واحدة، اغطسها في الشوكليت واحطها برضو على ورق زبدة زي ما انتوا شايفين. هخلص نص الكمية اللي معايا، والكمية التانية انا هبدأ احط عليها بندق مجروش زي ما انتوا شايفين. طبعا البندق مع الشوكولات مع البسكوت بيدي طعم حكاية. وبعدين الصوص الجناش اللي انا عملته ده هو اصلا طعمه حلو قوي. هبدأ اخلطه مع بعض، وهبدأ برضو اجيب الكرات التانية اللي انا ما عملتهاش وهبدأ اغطسها فيه. طبعا هو الشوكولات اللي انا مسيحاه دوت هيبقى طبعا يعني ايه، هيتخن شوية، يعني هيبقى سميك شوية، بس مش هيعمل حاجة، يعني هيدي طعم حلو لانه هيبقى مجرنش كده. ده بعد ما حملته طبعا انا في مقطع اتساب، لان انا بعد ما حطيتها في الشوكليت دوت حطيتها في الفريزر برضو شوية، وبعد ما طلعتها رحت مجرنشاها بالبندق. ودي كانت النهاية بتاعتها. شايفين شكله حلو قوي ومشهي جدا. يا ريت بقى يكون الوصفة عجبتكم، ويا ريت يا جماعة لايك بقى، لايك واشتراك في القناة. كان معاكم مدام منى من مطبخ عالم الطبخ مع ليلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.